اهلا ومرحبا بيكو. جايب لك فيلم بقى من الخيال والمتعه والاثاره والتشوق جامد جدا فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا ممكن اتفرج على الفيلم ده كذا مره وما بزهقش منه خالص. عاوزك وانت بتتفرج معايا كده على الفيلم تنزل تشترك في القناه بسرعه، قناه اسمع فيلم، وتقول لي ايه رايك في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم. الفيلم بيبدا بمركبه فضائيه راحت الفضاء كده ورجعت بعد فتره، راجعه متكسره واللي فيها ميتين وفي حاجه غريبه، وبينزل منها كائن وبيدخل في جسم حد تاني وبيتاقلم عليه، وبتبتدي تمشي كده تروح المدينه. وهنا بقى الصحفي دوت بيبتدي يصحى من النوم كده هوت وهو عايش مع حبيبته وعايشين عيشه كويسه جدا. بيروح المجله بتاعته ومديره بيطلب منه اللي هو يروح اكبر شركه ويروح يعمل مقابله مع بريك، فهو بيوافق وبيصحى تاني يوم بيقوم جاي رايح بيفضل يتكلم معاه وبيتكلم على انجازات الشركه وبيقول له انت بتعمل حاجات بس بتعمل حاجات مخالفه وكده. طبعا بريك بيقول له استنى وما بيعجبوش الكلام، بيبتدي ياخد منه الكاميرا ويمسح كل حاجه فيها. وهنا حبيبته بتقعد تتكلم معاه وبتقعد تلومه على اللي عمله وبتكون انفصلت وفاكره اللي هو السبب، فبتدي له الدبله وبتنهي كل حاجه على اساس ان هم متجوزين، يعني هم ولا متجوزين ولا اي حاجه. ما علينا. وطبعا الست ديت اللي هي كانت في اول الفيلم اللي كان الفضاء دخل فيها بتبتدي بقى تروح المدينه وبتنقل من جسم لجسم وبتبتدي تمشي في جسم تاني. وهنا جاك بيبتدي يعمل التجربه بتاعته على ارنب وبتنجح، فبيطلب منها اللي هي تعمل التجربه على بني ادمين، فهي بتبقى رافضه جدا فبيهددها اللي هو يرفضها من الشركه. وطبعا هنا بيروح سوبر ماركت يجيب منه حاجات، فبيلاقي حرامي سرق كل اللي هناك وهو موجود، فدي بتبص له بصه كده وبتقول له ما دفعتش ليه، فبيقول لها ما اعرفش، بتقول له خلي بالك على نفسك الحياه مش سهله خالص زي ما انت متخيلها. فهنا بيروح بينام. وهنا جاك بيبتدي يعمل تجربه على اول بني ادم، فبيخش كده جواه زي ما انتم شايفين وما بينجحش، فبيبتدوا كلهم زعلانين وهو بيقول لهم هاتولي واحد تاني. وهنا هي بتروح له بتطلب منه المساعده وبتقول له انا عارفه اللي انت جيت قبل كده وعملت كذا حاجه، وانا بقول لك في مشاكل وحاجات كتيره قوي هناك بتحصل غلط، فتعالى معايا وانا هساعدك واوريك ايه اللي بيحصل. فبقول لها لا انا رحت مره وبسببه اترفدت ومش لاقي اكل والحياه بتاعتي باظت خالص، فمش هينفع اجرب نفس التجربه دي تاني. وهنا بيروح لحبيبته بتيجي على باله فبيلاقي واقفه مع واحد تاني، فبيقول لها مين ده، فبتقول له ده حبيبي الجديد عادي كده ايزي، فبيقول لها مبروك انت مش محتاجه اي حاجه، فبتقول له لا على فكره انت اللي بوظت حياتنا، فبيقول لها عادي طالما انت اخترتي كده وفرحانه خلاص ما شاء الله. فهنا بيقرر يكلم الدكتوره اللي كلمته وبيوافق يروح معاها وبتركبه العربيه وبيدخل معاها عادي، وبتبتدي تقول له في المختبر تخلي بالك وما تحاولش تلمس اي حاجه وصور بس من بعيد وخلي بالك على نفسك وبعد كده نمشي على طول. بيبتدي يدخل ويصور حاجه حاجه وبيلاقي حاله كده بتصعب عليه فبيكسر الازاز بتطلع وبتحاول تخنقه واللي جواها بيخش فيه، فبيطلع بقى مش فاهم فيه ايه، بيجري وراه بيقوم جاي ضارب الناس كلها وبيبتدي يطير كده هوت وينط ويحصل له حاجات غريبه. واول ما بيروح البيت بيبقى جعان بطريقه غبيه قوي فوق ما يتخيل، بياكل كل اللي في البيت وبيروح كده يبص في المرايه بيلاقي في حاجه كده بيتكلمه فبيتخض ويغمى عليه. وهنا جاك بيروح المختبر بيبقى متضايق جدا وزعلان ويبتدي يزعق معاهم وبيطلب منهم يرجعوا الكائن بتاعه تاني، وهو هنا بيصحى مستغرب اللي حصل. وهنا الست دي بتبقى ماشيه وبقى داخل جواها الكائن وبتبتدي تمشي كده وبيتنقل من جواها للطفله الصغيره ديت، وده بيكلم حبيبته وبيبتدي على طول يروح لها وبيبقى جعان جدا بطريقه غبيه وبياكل اي حاجه في المكان وبيقعد يقول لها في صوت جوه عمال يكلمني وانا رحت المختبر وقعدت اصور هناك، وهي بتقول له برضه رحت تاني وانت خربت حياتي مره وتخربها لي تاني وايه الحاجات الغريبه اللي انت بتعملها دي، فبيقول لها مش عارف في كائن جوايا بيكلمني، فبيبتدي يحطه على جهاز وبيكشف عليه وبيحصل له حاجات غريبه، فبيقول له انا مش عارف مالي، فبيبتدي يركب المترو ويروح وهو ماشي الناس بتفتكره شارب حاجه وغريب. وهنا حبيبته بترفع سماعه التليفون وبتتصل بيه وبتكلمه وبتقول له حبيبي وهو بيكشف عليك اكتشف اللي في حاجه جواك، فبيقول لها ازاي، فبتقول له في كائن عايش جواك، فبيستغرب وما بيديش اهميه وبيبتدي يقف كده، فبيسمع جاره بيعمل صوت بيروح له بيكلمه ويخوفه. وهنا جاك بيكلم الدكتوره اللي معاه وبيقول لها الكاميرات جابتك امبارح اللي انت داخله مع واحد مين دوت، فبتقول له ده الصحفي وانا جبته وانا عارفه ان انا غلطانه فسامحني، فبيضحك وبيدخل الكائن عليها عشان يخلص عليها. وهنا بقى بيبعت له رجالته عشان يجيبوه، فبيقول له ارفع ايدك والكائن جواه بيكلمه بيقول له نزل ايدك واسمع كلام انا هوريك انا هعمل فيهم ايه، وبيبتدي يضرب فيهم كلهم ويمسك الكرسي يديله بيهم، وجاره بيستغرب اللي بيحصل وبيجري وبيصد الطلقات منهم. وهنا جاك بيبقى شايفه وبيبقى فرحان وبيقول لهم شفتوا التجربه نجحت انا عاوزه حي، وهو هنا شايف نفسه فبيكلمه كده ويقول له اسمع كلامي وخليك معايا للاخر. وهنا بيحاول يجيب الرجاله كلهم وبيضرب فيهم وبيضرب ده وده، والكائن بيتعايش معاه وبينط في الميه كده يطلع يجري وبيقعد مع نفسه، فبيقول له انت مين، فبيقول له انا عاوزك تساعدني نروح عند جاك
مقابل دوت هسيبك تعيش وهسيبك في حالك. فبيقول له خلاص ماشي اتفقنا. وهنا جاك بيبقى زعلان اللي كل المادة اللي عنده ماتت ما عادها مادة واحدة، فعاوز يعمل تجربة والتجربة تنجح وعاوز يشوف اي حل. وهنا عاوز يروح الجريدة اللي كان شغال فيها ويسيب لمديره كل حاجة، وهنا الامن بيمنعه. فكان اللي جواه بيقول له انا هعرف اطلعك واخليك تعرف تخش الجريدة، وفعلا بيساعده وبيطلعه وبيكتب جواب للمدير بتاعه بيفهمه فيه اللي المختبر بيحصل فيه حاجات غريبة وفي تجارب ما ينفعش تحصل، وساب له التليفون. واول ما بينزل بيلاقيهم واقفين فبيبتدي يضرب فيهم، وحبيبته واقفه فشافت كل حاجه فمستغرب، فبتقول له ايه اللي بيحصل ده؟ فبيقول لها ما اعرفش. فبتقول له طب تعالى اركب معايا العربيه بسرعه. فهم راكبين بتتكلم معاه وبتقول له ايه اللي حصل؟ فبيقول لها في كائن جوايا وانا مش عارف فيه ايه. فقامت قالت له طب تعالى. فبيطلب منه اللي هو يعالجه، فالكائن اللي جواه رافض. فمره واحده كده هو بيشغل الصوت العالي دوت، فبيبتدي اللي هو يتزعج جامد جدا والكائن اللي جواه بيطلع. فبيقول لها ازاي الكائن ده كان عايش جواه؟ فبتقول له ما اعرفش. فالمهم هو سابهم ومشي. فرجاله جاك جم ضربوه خدوه، والكائن اللي جواه اتنقل في الكلب. فبيبتدي يبص لها ويهوى عليها، واتنقل من جواه الكلب لجواها هي. فجاك بياخده عنده المختبر وبيكتشف اللي الكائن مش جواه. فبيقوم من رجالته اللي هم ياخدوه الغابه ويموتوه. ايه رايك؟ تفتكر اللي هم يقدروا يموتوه؟ لا طبعا، قولها معايا لا ولا ولا، خصوصا لما يكون في واحده جامده كده وبتحبه وقلبها عليه، تيجي له بقى كده وتنقل الجسم اللي جواها جواه هو، ويبتدي يروح بقى هو عشان يلحق المدينه كلها. والصوت اللي جواه بيكلمه وبيقول له احنا لازم نروح السفينه بسرعه نلحقه قبل ما يطلع يجيب بقيه الناس من الفضاء وتعيش جوه اجسام البشر كلهم. وهنا حبيبته بتطلع تجري على السفينه وهما الاتنين بيكونوا بيضربوا ببعض. فحبيبته بتخش كده بتحاول تشغل اي صوت عالي عشان يفصلوا عن بعض، وفعلا بتنجح والصوت بيفصل عن بعض، وهو بيحاول يرجع الماده دي تاني جواه وبيقوم جاي يموت حبيبها. تفتكر برضه اللي هو هيموت؟ لا طبعا، بيقوم جاي راجع تاني في جسمه وبينط يموته وبيقع في البحر زي ما انت شايف. فبيفضل يحاول يعوم لحد ما بيبتدي يطلع، واليوم بيخلص. بيجي تاني يوم بيفضل قاعد مع حبيبته، فبيبتدي يتكلموا سوا. فبيقول لها الكائن اللي جوايا مات. فهي بتقول له خلاص اسكت. فبيسيبها ويقوم ويمشي، والكائن ما بيكونش مات. بيبتدوا يتكلموا هما الاتنين وبيبقوا صحاب جدا، وبيقول له خلاص هتفضل عايش معايا تمشي بتعليمات انا. هنا الفيلم بيخلص. تفتكر ان انا هسيبك كده من غير ما الخص لك الجزء التاني؟ اول ما لقيته قلت على طول اخلي لك الفيلمين فيلم واحد. بس طبعا يا صاحبي تقدرني وانزل اشترك على طول في قناه اسمع فيلم وقول لي ايه رايك في الفيلم اللي خلص. وهنا بقى احنا هنخش على الفيلم الجديد، فيلم كله متعه واثاره. بس وانت بتتفرج عليه بفكرك تاني اشترك في القناه بسرعه كده هو تسمع فيلم، واكتب اي كومنت حلو كده وقول لي ايه رايك فيه. هنا بقى عربيه الشرطه على طول بتحضر، ويبقى معاهم بنت عندها قدرات جامده جدا. فبتبتدي تعمل موجه كده بصوتها، وبيبتدي الظابط يضربها بطلقه فبتيجي في عينها، فبتقع من العربيه وبيبتدوا يعالجوها وياخدوها تاني ويرجعوها. ففعلا بتكمل علاجها في السجن وبتكون فاقت، واي حد بيعوز يتعامل معاها بيتعامل معاها بحذر. وهنا الدكتوره بتتكلم معاه وبتتابعها من كاس شاشه كده هوت وخلاص، وبتخاف وتقوم. ودوت حبيبها اول ما بتشوف صورته طبعا بتشتغله، بتبقى عاوزه توصله باي طريقه بس مش عارفه تهرب ولا عارفه تعمل اي حاجه. فبتنام كده وعلى طول بتفضل تفكر فيه وهي نايمه. والظابط هنا بيبعت لفينون وبيتكلم معاه وبنقول له معانا مسجون خطر جدا مش عاوز يتكلم مع اي حد غير معاك انت، فحاول تعرف منه اي معلومات وتحاول تقولها لي. ففينون بيدخل الاوضه والوحش اللي جواه بيتخانق معاه، فبيقول له اسكت انت انا هعمل الحاجه دي والحاجه سهله. فبيحاول يتكلم معاه كده مع المسجون وبيقول له ايه انا هقول لك كل المعلومات اللي انت عاوزها بس تكتب عني في الجريده اللي انت فيها، وفي معلومه واحده تكتبها لي. وفينوم بيوافق على طول بالفعل بحسن نيه وهو مش فاهم، والمعلومه دي بيكون بيوصلها لحبيبته اللي هو هيجي ينقذها. ففينوم بيوافق وبيمشي، والوحش اللي جواه بيقول له استنى اساعدك، انا شفت صور كتير قوي مرسومه على السجن فاستنى احاول ارسمها واستنى اكيد هنطلع منها بمعلومه. وفعلا بيعمل كده هوت وبيبعت للظابط، والظابط بيروح هناك بيلاقي جثث كتير قوي بيطلعها، والسجين بيبقى قاعد متنرفز جدا لان كده التهم كلها بتبقى اتثبتت عليه وهيتحاكم عليه بالاعدام. وهما الاتنين بيبقوا قاعدين كده بالليل مع بعض، وبيبتدي يقول له انا جعان وزهقان من الاكل اللي انت بتاكله لي، انا نفسي اكل دماغ بني ادم. وهو بيقول له لا مفيش الكلام ده احنا اتفقنا مع بعض. وبياخده وينزل يبتدوا يمشوا في الشارع، بيبقى عاوز ياكل بدماغ اي بني ادم بس هو بيرفض. ففجاه حبيبته بترن عليه بيروح يقابلها، فبتقول له انا خلاص هتجوز كمان يومين. فبيبقى متضايق كده جواه وبيبقى متنرفز وبيقول لها مبروك، وبيمشي بقى بسرعه عاليه جدا لحد ما بيجي له جواب من السجين وبيقول له انا عاوزك تسمعني. وبيبتدي يحكي له معلومات عن نفسه كده وقد ايه هو كان مجرم وهو صغير وعمل حاجات كتير قوي وندم عليها بس لما كبر بقى ندمان. وفعلا تاني يوم اول ما بيصحى بيروح السجن وبيدخل له جوه عشان يسمعه، بيبتدي يتكلم معاه والتاني بيبتدي يعلي صوته كده وينرفزه، وده اتخنق كده قام جاي ماسكه من
ايده عضه وقام جاي واخد بعضه ومشي. بيبص على الدم اللي على صبعه بيلاقيه بيتحرك، بيدوقه كده بيلاقي طعمه غريب. ده بيروح ويبتدي يتخانق مع الوحش اللي جواه، بيقول له ما كانش لازم يحصل كده. بيقول له انت هتقول لي ايه اللي يحصل ومش ايه اللي يحصل. وبيبتدي هما الاتنين يتخانقوا مع بعض ويقول له انت فاشل، قبل ما تعرفني كنت فاشل جدا. وبيبتدي يطرده من جسمه وبينزل بيروح في جسم واحد تاني، وبياخد الموتوسيكل بتاعه بيكسره بطريقه غبيه قوي وبيسيبه ويمشي. وهنا السجين بيحصل له حاجه غريبه جدا من الدم اللي هو مصه، والوحش اللي جواه كده بيصحى وبيبتدي يقتل في اي حد يشوفه وبياخد بعضه ويمشي. وهنا الظابط بقى بيروح له البيت وبيبتدي يدخله يقعد معاه وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له السجين هرب وهيجي ينتقم منك فخلي بالك واحذر. فهو قاعد بيمسك ورقه مرسوم فيها اول مره السجين ده كان فيها. فالظابط بيبتدي يروح هناك كده فبيلاقي اول حرف من اسم السجين واول حرف من اسم حبيبته. فبيرفع سماعه التليفون وبيبتدي يكلمه وبيقول له انت تعرف اي معلومات عنه؟ فبيقول له لا. ولا عن حبيبته؟ فبيقول له لا. فالسجين هنا بيروح وبيحاول يروح لحبيبته، بيحاول يطلعها، وحبيبته بتلاقي واحده بيتكلمها وفجاه حبيبها بيقتل الواحده ديت، وبيبقوا هما الاتنين مع بعض وبيتكلموا مع بعض وبياخدوا العربيه وبيهربوا، والبوليس بيجري وراهم وهي بتطلع شعاع مره واحده كده من بقها وبتموت كل اللي موجودين، والمكان كله بيتدمر وبيحصل فيه كوارث. وهنا الضابط بيجيب فينون وبيتكلم معاه وبيحاول يتهمه اللي هو شريك معاه. ففينوم بيبقى قاعد كده مصدوم وبيقول له ازاي؟ فبيقول له طب انا عاوز اعمل مكالمه. بيكلم حبيبته بتيجي بيتكلم معاها وبيحكي لها الموضوع كله وبيقول لها الوحش اللي جوايا طلع ومش لاقيه فحاولي تساعديني. وفعلا بتقرر اللي هي تساعده وتروح السوبر ماركت هي وحبيبها. فبتبتدي تتكلم معاه كده، حبيبها بيخاف وبتلاقيه كده فبتبتدي تقول له تعالى، فبيقول لها لا. فبتحاول هي تقنعه بقى وتسبل له كده وهو بيقتنع وبيروح معاها. فاول ما بيشوفه بيقول له اعتذر لي. قام قال له ايه اعتذر لك؟ اعتذر لك مين؟ وهي بتقول له خلص بقى واعتذر له. فبيقول لها لا على جثتي. فبتقول له خلص عشان خاطري. فبيقول لها خلاص قشطه ماشي هعتذر له. وهنا الدكتور ما بيبقاش عاجبه الكلام، ففينوم بيقول له يلا بسرعه احنا هنفضل قاعدين كده. وفجاه الظابط بيكلمه والظابط بيكلمه بيقول له تعالى لي بسرعه في كارثه، انا عرفت مكان السجين فين. وعلى بال ما بيروح كده بيكون السجين خطفه وخطف حبيبته. فبيقول لحبيبته ده الكاهن واحنا هنتجوز دلوقتي، وطبعا انا جايب لك هديه بمناسبه الجواز، الظابط اللي ضربك في عينك اتفضلي خلصي عليه وتعاملي معاه. فحبيبته بتفرح جامد جدا. وهنا فينوم بيحضر والوحش اللي جواه بيبتدي يطلعه كده ما بيرضاش. فبيقول له اطلع عشان خاطري. فبيقول له مش كنت بتقول عليا فاشل؟ اما قال له اطلع بس مش وقته دلوقتي. فبيطلع والتانية بتحاول تموت الظابط ما بتعرفش، فبتحاول تصوت كده في وشه. وحبيبها بيقول لها بس عشان خاطر الكائن اللي جوايا بيتأذي من صوتك. فبتجري على الظابط تاني وبتحاول تقتله. وهنا فينو بيكون ضعيف والوحش اللي قدامه بيكون اقوى منه بكتير. فبتحاول هي تصوت تاني فالوحش بيموتها ويموت فينون. فهي بتقع ما بتموتش بيهم عليها كده. فالظابط بيبتدي يحذر فيهم وجرس الكنيسه بيبتدي يعمل صوت جامد جدا. فالكائنين اللي جواهم بينفصلوا وهما الاتنين بيحاولوا يتقاتلوا ويضربوا بعض. وهنا هي بتفوق فبتبتدي تصرخ جامد جدا. فالدنيا بتتدمر من صوتها وبتتكسر وهي بتقع كده هوت وجرس الكنيسه بيقع عليها بتموت. وهنا السجين بقى بيحاول يرجع للوحش اللي جواه، انما فينوم بيمسكه ياكله ويمسك دماغه هو كمان ياكلها. وفجاه الشرطه بتحضر وبتملى المكان كله وحبيبته بتطلب منه اللي هو يهرب. والظابط بقى عينه بتنور كده وشكله هيبقى فيه جزء جديد وهو هيكون فيه سبب فيه. وهما الاتنين بيبقوا قاعدين على الشط عمالين يتكلموا مع بعض وفرحانين وبيناموا وبيصحوا. بيبص في التلفزيون بيشوف مين؟ سبايدر مان. فبيبقى مخنوق منه جدا وعاوز يروح يموته. انما الكلام ده شكله كله هيحصل في الجزء الجديد، وشكله فيه جزء تالت ولا ايه؟ واول ما ينزل هلخصه لك وهنولع الدنيا. وطبعا ما تنساش يا صاحبي تشترك في قناة اسمع فيلم، ونتكلم انا وانت في الكومنتات وتكتب لي كومنت لذيذ كده. ولو عاوز اي فيلم قول لي عليه. اشوفك بقى في قناة اسمع فيلم.